رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ الجمال والحلاوة دي مسمينه طاقية السلطان، وهي فعلا طاقية السلطان، لأن بصراحة تطلع معاكي تحفة، وديكي شايفة شكلها في الفرن يعني ايه، بيتحدث عن نفسه. وطاقية السلطان دي بقى ايه، عاملة ترند جامد قوي على اليوتيوب. وبصراحة كل واحد بقى على اليوتيوب يقول انا اللي عملتها الاول. طب يا اقول لكم ايه يا جماعة، ما تزعلوش، انا اخر واحدة عملت طاقية السلطان، بس اهم حاجة ان انت ظبطي المقادير. تمام كده، وانا فعلا ظبطت المقادير بتاعتها، وهتطلع معاكي تحفة من اول مرة. وبنص بضاية هنعمل طاقية السلطان، بنص بضاية يا هلا، بنص بضاية، وهتعمل احلى طاقية السلطان في الدنيا. ما احنا في غلا بقى هنستخدم نص بضاية بس. انت خليكي معايا لاخر الفيديو، وانت هتعملي احلى طاقية السلطان في الدنيا، وهي عايمة في الشوكولاتة بقى، ما اقولكيش على الجمال والحلاوة. وديكم شايفين شكلها يعني بيتحدث عن نفسه. وانا دايما اقول لكم اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت بولة ونزلت فيها بكوباية لبن دافية عاملة 200 ملي، وبنفس الكوباية هننزل بربع كوباية زيت، وربع كوباية مية، وربع معلقة ملح صغيرة، وبأربع معالق كبار سكر بودر، ومعلقة وربع كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة خل، وفي كيس فانيليا بس ما بانش في التصوير. وهنقلب كل الخليط ده مع بعض. بعد ما قلبناه كده، ما تقلقيش لو لقيتي حبيبات كده للخميره، ما تقلقيش، كله هيروح معانا في العجين. قاعد ايه بقى، هننزل بالبضايه بتاعتنا اللي هي نص بضايه. مش انا بقول لكم الدنيا غاليه هنستخدم نص بضايه؟ لا، هي المقادير بتاعتها كده فعلا، انا بهرج معاكم. نزلت بنص بضايه، خدنا البياض بتاعتها، وهنركن الصفاره دي اللي هندهن بيه الوش. اركنيها على جنب دلوقتي، حط عليها حبه فانيليا وغطيها دلوقتي. وتعالوا نشوف العجينه بتاعتنا. هنقعد نخلط كده ايه الخليط بتاعنا كويس قوي بالمعلقه. وبرده بياض البيض لو لقيتيها ما اختلطتش معاكي ومكتله، ما يهمكيش، كله هيتظبط في العجين. وهنجيب بنفس الكوبايه اللي احنا عيرنا بيها اللبن، ننزل باول كوبايه دقيق، وهنخلط، وتاني كوبايه وتالت كوبايه، وستوب على كده. اقفي على كده لما تشوفي العجينه بتاعتك محتاجه تاني دقيق ولا لا، لان انا عايزه عجينه خفيفه ملزقه. تمام كده، هي العجينه طريه معانا، يبقى احنا هننزل ربع كوبايه بس، مش هنزل بيها كلها، هنزل بنص الكوبايه، وهنشوف اخبار العجين معانا ايه. نزلت بنص الكوبايه كده، دي ربع كوبايه، وهنقلب. وانا بقلب بصراحه العجينه ابتدت تتقل على المعلقه، فمش هينفع، لازم ايدينا. يلا هلا اقلعي الجوانتي ده اللي انت عامله بيه الشيف بقى وايه، وعامله بيه منظر. هنحش الجوانت، لان بصراحه العجين لازم ايدي عشان اعرف العجينه المقدار بتاعها، مش هعرفها الا بايدي وانا بعجن. اعرف سمك العجينه بايدي، هي ملزقه كده. فانا كده استخدمت ايه، ربع كوبايه كلها، لان انا دايما اقول لكم دقيق غير دقيق، كل دقيقه بتقبل سوائل غير التاني. وانا عايزه دقيق عايزه عجينه ملزقه، وما تكونش ايه مش طريه قوي، وما تكونش ناشفه. لازم من شروط طاقيه السلطان تكون العجينه بتاعتي خفيفه. انا كده خلاص الاربع كوبايات خدتهم، هم عاملين نص كيلو الاربع كوبايات. وابتدي ايه افضل اعجن. بس معلش انا هرغي كتير في الموضوع ده، لان لازم ايه العجين نعجنها كويس قوي عشان تطلع معاكي طاقيه السلطان خفيفه وهشه وعجينه قطنيه. انا هي كده ملزقه في ايدي. فانا كده ايه هروح اعمل ايه بقى، اجيب معلقه السمنه كده، بس سبتها حوالي دقيقتين. سيب العجينه دقيقتين كده تشد شويه، وارجعي ايه عجيني تاني بايدك. نزلت معلقه ونص ايه سمنه بلدي او اي نوع سمنه عندك، وابتدي قلبيها. وممكن مع معلقتين زيت، مفيش مشاكل. هتلاقي العجينه بتتقطع معاكي، مش ما تقلقيش، هي هتتجمع معاكي. بس خليكي طولة البال في العجينه عشان تطلع معاكي طاقيه السلطان من اول مره ناجحه وزي الفل. انا عايزه عجينه مطاطيه وناعمه في نفس الوقت، وخفيفه وملزقه. وما اقولكيش بقى هتعملي احلى عجينه في الدنيا. هفضل اعجن فيها كده. انا بصراحه لقيت العجينه خلاص اتظبطت معايا. هنعمل ايه يا هاله، هنقسمها نصين. وانا بقسم نصين كده، يا ريت اللي ما حطلش لايك تحط له اللايك عشان فيديوهاتي توصل لك بكل سهوله. وما تنسونيش في الكومنت الحلو اللي بيديني طاقه ايجابيه. خلاص انا كده ايه خدت نص العجينه، هحطها ببوله كده، هحط حبه زيت، وانزل بنص العجينه كده، اقلبها في الزيت، ونغطيها ونركنها على جنب. لان احنا هنقسم العجينه نصين، نص ابيض ونص بني. النص التاني بقى مش هنحشه من البوله دلوقتي. تعالي يا ستي انزلي عليه بمعلقه انا اسفه معلقه كاكاو خام كده، وقلبي. انا عايزه عجينه لون الشوكولاته، فانا نزلت باول معلقه، وهقعد اعجن فيها كده. لو لقيت العجينه بتنشف معاكي ما تقلقيش، وانت بتعجني هتطرى تاني. تمام. طب يا ستي لو لقيتي الدقيقه بتاعتي غير الدقيقه بتاعتي نشفت منك قوي، انزلي بمعلقتين ميه وقلبي، ما تقلقيش، كل حاجه ليها حل. فانا نزلت باول معلقه
كاكاو خام، لقيت لا لون العجينه برضو مش عاجبني، هنزل برضو بنص معلقه، وبرضو الكاكاو الخام بتاعي غير بتاعك، فكل واحد يستخدم ايه عينيكي بتحدد وايديكي ان الحاجه معاكي مظبوطه ولا لا. لقيت لونها فاتح قوي، انزلي بحبه كاكاو خام تاني. انا بصراحه حطيت معلقه ونص بس انا هفضل اعجن فيها كده واحاول امطها بايدي والم كده عشان تختلط ببعضيها. فانا قلت لا اعملها على البنش اسهل، ودي الطريقه بتاعتي اللي انتوا عارفينها دي اللي بتخلي العجين يتفرد معاك بكل سهوله. هنا بقى اختلطت معايا بقى وبقى لونها الشوكولاته واللون اتوحد تمام. هاتي بقى بوله تاني فيها حبه زيت وانزلي بعجينه الشوكولاته. قاعد ايه بقى يا هاله، خلاص انا هسيبهم كده لما يختمروا كويس قوي. ممكن احنا في الشتاء ممكن تدفي الفرن شويه كده وتطفيه ودخلي البولات فيه ربع ساعه، هتلاقي الخميره العجينه بتاعتك اختمرت وزي الفل تمام كده. فانا هروح ادفي الفرن وادخل العجين بتاعي عشان يختمر بسرعه. خلاص انا كده ايه شويه كده اما يختمر ارجع لكم تاني. خلاص العجينه بتاعتي اختمرت زي ما انتم شايفين وزي الفل. تعالوا دلوقتي هنستخدم ايه، هناخد العجينه الايه الفاتحه الاول، هناخد العجينه البيضه ونركن عجينه الشوكولاته دلوقتي. فانا جيت على البنش بتاعي كده نزلت بشويه زيت كده عشان العجينه ما تلزقش معانا، وهننزل بايه بقى بالعجينه بقى، وابتدي افرطي كده بايدك العجينه عشان معجونه كويس ومخدومه كويس قوي على راي ماما ربنا يديها الصحه والعافيه. فالعجينه بتتفرد بايدينا. جبت النشابه بتاعتي وابتديت افرط. انا عايزاكي تفرطيها على هيئه مستطيل ما تكونش مدوره تمام. انا فرضت العجينه البيضاء وجبت العجينه الشوكولاته برضو هعملها بنفس المقاس تمام كده، بنفس المقاس اللي انتوا شايفينه. وما تخلوهاش العجينه تخينه، خليها رقيقه ليه، لان احنا بنلفها رول، والرول ده كده بانت ايه لو العجينه تخينه هيبقى سمكه تقيل وهتاخد معاك وقت كتير قوي في الفرن. فانا عملت العجينه البني زي العجينه البيضاء وحطيتهم فوق بعض، يعني اظن مفيش اسهل من كده. حطيت العجينتين فوق بعض زي ما انتوا شايفين كده على هيئه مستطيل، وهحاول اجيبها لكم بالكاميرا زي ما انتوا شايفين كده. وبايديكي كده ايه خلي العجين مغطي بعضيه تمام كده. هنعمل ايه يا هلا، انت ممكن تعملي طاقية السلطان ساده، بس انا بصراحه هعملها بالشوكولاته، هي اساسا بتتعمل بيتحط جواها شوكولاته. انا عملتها بالنوتيلا اللي انا عملتها، شايفين النوتيلا حلوه ازاي، تحفه يا جماعه النوتيلا بصراحه. كل ما بيخلص البرطمان ده انا بعملها تاني واركنها في الفريزر. النوتيلا بتنفعني في اي وقت، وانا هسيب لكم طريقه النوتيلا فين في التعليقات. الطريقه بتاعتها انا عاملاها على القناه بتاعتي تمام كده. وكان عندي شوكولاته كده بالبندق كده كسرت حبه كده برضو حطيتها، وانت ممكن تعمليها ساده مش شرط يا جماعه تحطي لها شوكولاته تمام كده. وابتدي الفها رول، هنلف بقى التلتين ونسيب التلت الاخراني ما نلفوش تمام كده. لفيناها رول زي ما انتم شايفين كده. عشان كده بقول لك افرديها خفيفه ليه، عشان انت هتلفها رول وما يبقاش تخين قوي معاكي. والتلت التاني اللي اتبقى معايا كده هنعمله شرايط. اظن يعني مفيش اسهل من كده في الدنيا. هنعمله شرايط كده زي ما انتوا شايفين بالسكينه كده واسحبي لتحت، واعمل الشرايط حوالي عرض سنتي لغايه ما نخلص العرض بتاعها كله بنفس الطريقه. طب يا هلا بعد ما عملنا الشرايط هنعمل ايه تاني، حاولي ايه خلي الشرايط كده خلصيها من بعض، وامسكي شريطه كده لفيها حلزوني كده لفيها حوالين بعض، هتديكي لون الشوكولاته واللون الابيض هيبقى تحفه. وانت ايه ما تعملي طاقيه السلطان. هفضل انا كده الف ايه في الشرايط بتاعتها. وهقول تاني اللي ما حطيتليش اللايك تحط لي اللايك، ويا ريت بتمنى ان انت تشتركوا في قناتي. يعني بتشجعوني لما بلقى المشتركين بيزيدوا فعلا بيدوني طاقه ايجابيه بيخلوني اكمل، وخصوصا التعليقات الحلوه فعلا بتديني طاقه ايجابيه وبتحسسني بقى ان انا بعمل حاجه مهمه جدا. فيعني ايه مش هفكركم تاني بالموضوع ده، وخلونا في الشرايط بتاعه طاقية السلطان. هقعد انا الف ايه في الشرايط بتاعته كده، واحاول بقدر الامكان كده اسحب الشرايط اسويها كلها مستوى واحد زي ما انت هتشوفوا معايا دلوقتي. العجينه مرنه جدا، شكليها براحتك ما تقلقيش. حاولي ساوي ايه الشرايط دي عشان تطلع معاكي شكل طاقية السلطان مظبوطه. واديكم شايفين شكلها تحفه. انا هنا بحاول اسحبها كده شويه بحيث كل الشرايط تكون ايه مقاس واحد. بعد ما ظبطت الشرايط هنلف الرول تاني، كملي الرول للاخر بقى بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها كده. ادينا يا ستي عملنا الرول بطريقه سهله وبسيطه جدا. وانا هنا بحاول اوريك الشكل مظبوط. بعد كده هنعمل ايه بقى، هنجيب صينيه. انا جبت صينيه مقاس 24، صينيه المونيا ولا ورق زبده ولا اي حاجه، وهتدهنيها سمنه او زيت. انا دهنتها زيت على فكره.
وتعالوا نشوف هنحط فيها ايه، هنعمل الرول ده فيها ايه على شكل كحكه زي ما انتم شايفين كده. وخلاص كده هنغطيها ونسيبها تختمر. وتعالي في نهايه الكحكه كده حطيهم فوق بعض في النهايه كده، وهيديكي شكل الكحكه بكل سهوله. بعد ما اختمرت معانا وما تسيبهاش تختمر، ما تسيبهاش تجيب نهايه الصينيه، لان انت كل ما تسيبيها هتختمر تاني. لا، انا عايزه 3/4 خمر. ليه؟ احنا مخمرين العجينه كويس. لو انت خمرتيها للنهايه هتهبط منك في الفرن. خليها ما تجيبش مستوى الصينيه لفوق. تمام كده؟ هتجيب 3/4 الصينيه كده في الخمر بتاعها. وبعد ما تختمر كده برضو ده في الفرن وحطيها تلاقيها اختمرت بسرعه. ادهنيها يا ستي بالصفرت بالنص التاني بتاع البيضه، حطي عليه فانيليا ومعلقتين ميه او معلقتين لبن وربيهم، وادهني بقى ايه طاقيه السلطان كلها. طريقه السوى ازاي؟ على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني، وحط الصينيه بتاعتك وما تشغليش الشوايه خالص. واديكم شايفين طاقيه السلطان الله اكبر عدت الصينيه بمراحل، بسم الله ما شاء الله. سيبيها تستوي في الفرن بقى على درجه حراره 200. اول ما تعلى معانا كده هدي النار على درجه حراره 180 وما تشغليش الشوايه. هتلاقي الوش بتاعك حمر وزي الفل. اول ما نلقى الوش بتاعنا حمر كويس قوي تمام كده طاقيه السلطان مستويه وزي الفل. بس طولي بالك عليها في السوى لان دي طبقات كتيره، فعايزه ان انت تسويها كويس. بعد على نار عاليه سوي على نار هاديه عشان تستوي معاكي من جوه كويس قوي. واديكي شايفه طاقيه السلطان طلعت الله اكبر، ريحه وشكل، وكانت لوحه فنيه، كانت تحفه يا جماعه، جميله جدا. العجينه قطنيه وخفيفه وزي الفل. اول ما طلعت من الفرن كده دهنت الوش سمنه وممكن او زيت المتاح عندك استخدميه وغطيها. ليه هلا عملت كده؟ منها تديكي لمعه حلوه ومنها تطرى معانا وتبقى زي الفل. هنغطيها كده ايه ونسيبها لما تبرد ونرجع لكم تاني. بعد ما بردت كده معانا تعالوا بقى ايه، اديكم شايفين شكلها يعني ايه. انا مش عارف، انا مش لاقيه كلام اقوله. فعلا بصراحه اختراع، طاقيه السلطان دي اختراع. انا حب يعني احلى من الكيكه كمان. خلاص اديكم شايفين العجينه قطنيه وزي الفل. انا كده ايه هحاول قدامكم كده هوريكم ازاي بنطلعها من الصينيه. طريقه سهله وبسيطه، بمعلقه كده ولفيها حوالين داير. وهاتي يا ست طبق تاني او هاتي الخشبه اللي بتقطع عليها الخضار زي ما انا هعمل كده وهنقلبها. انا هقلبها قدامكم ويا رب استر ما تكسفش قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلبتها كده بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا هلا ما تتكسفش. الله اكبر عليها، الله اكبر عليها في السوى. السوى مظبوط 100%. سوينا بالفرن من تحت بس ما شغلناش الشوايه وطالعه زي الفل. تعالوا اعدلها معاكم بقى نشوف الوش بتاعها. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ وانا متاكده من ايديكي يا ست هتطلع احلى مني بكتير. بكوبايه لبن يا ست وشويه دقيق ونص بضايع في الغلا اللي احنا فيه ده هتعملي احلى طاقيه السلطان. شايفين السوا؟ السوا مظبوط جدا جدا. سويناها من تحت على نار عاليه وبعد كده نار هاديه زي ما قلت لك. هتعملي احلى طاقيه السلطان في الدنيا. بس انا حطيتها في طبق تاني عشان نقطعها مع بعضينا ونشوف تقطيعاتها ازاي ونشوف من جوه عامله ايه. اديكم شايفين السوا من فوق وتحت مظبوط 100%. والعجينه قطنيه وزي الفل. بامانه ما كانش هاين عليا ان انا اقطعها من جمالها وشكلها. هنبتدي كده بسكينه القطعه دي بسم الله ما شاء الله عليها. يعني دي ممكن تقطعيها على 3، كل ضفيره ممكن تعمليها ايه قطعه. بسم الله ما شاء الله. بس انا ايه دايما احب اقطع القطعه كبيره بصراحه، انا طماعه شويه. وديكم شايفين القطعه الله اكبر شكلها من جوه طبقات مورقه. العجينه قطنيه، الشوكولاته سايحه ونايحه فيها كده. تاكليها سخنه زي الفل، تاكليها بارده طاقيه السلطان مبسوله وزي العسل مع كوبايه شاي ولا كوبايه لبن. ما اقولكيش على الجمال والحلاوه. يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وايه رايكم بقى في الحلاوه والجمال ده؟ شايفين الشوكولاته سايحه ازاي؟ تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. والشوكولاته حلوه جدا اللي انا عملتها معاكم. شوكولاته النوتيلا هسيبها لكم في التعليقات الطريقه بتاعتها، وممكن تعمليها ساده مش شرط. بس بتمنى ان انتوا شوكولاته النوتيلا دي تبقى عندك دايما في الثلاجه هتستخدميها في المعجنات. وبالهنا والشفا مقدما.